هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي ذات أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 10 من يونيو. كما عودناكم نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم وضمن برنامج متابعات الأسبوعي يقدم لكم الزميل أحمد شريف اللقاء الذي أجراه مع السيد عثمان فاكاي الرئيس الإقليمي للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في مدينة ميلبورن في أستراليا. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. المقررة الخاصة لحقوق الإنسان حول إريتريا تقدم تقريرها السنوي. استقالة رئيسة مجلس النواب الإثيوبي. تغيير الأوضاع السياسية في ليبيا مع تراجع قوات الجنرال خليفة حفتر. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. قدمت السيدة دانيلا كرافيز المقررة الخاصة لحقوق الإنسان تقريرها السنوي للدورة العادية 44 لمجلس حقوق الإنسان، والتي سوف تتداول حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا في الفترة من 15 من الشهر الجاري وحتى 3 من الشهر القادم في مقر المجلس في جنيف. ويشمل تقرير المقررة تقييم التقدم الذي حققته إريتريا في مجال حقوق الإنسان في الفترة الماضية. وأكد التقرير إلى أن إريتريا لم تحرز أي تقدم بهذا الخصوص، حيث لا زال هناك المئات من المعتقلين على خلفيات دينية وسياسية. ولا زالت الحكومة الإريترية تمنع المقررة والمنظمات الحقوقية المختصة من زيارة البلاد للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان هناك. ومن المتوقع أن يقوم المجلس بتمديد فترة عمل المقررة الخاصة لحقوق الإنسان لإريتريا لمدة عام آخر. ذكر موقع أفريكا نيوز المختص بالشؤون الأفريقية بأن السيدة كيريا إبراهيم رئيسة مجلس النواب الإثيوبي قدمت استقالتها من منصبها. وقال الموقع نقلا من تلفزيون تيغراي الذي بث خبر الاستقالة بأن السيدة كيريا لا تريد أن تكون جزءا من نظام ديكتاتوري، في إشارة إلى الفراغ الدستوري الذي سوف تشهده البلاد بسبب تأجيل الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد أجل الانتخابات البرلمانية بسبب وباء فيروس كورونا، ولكن بعض أحزاب المعارضة تتهمه باستغلال الظرف الصحي للبقاء في السلطة وتأجيل الانتخابات إلى مدى غير معلوم. تفيد الأنباء الواردة من ليبيا بأن التراجع الكبير لقوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر والمدعوم من كل من الأمارات وروسيا ومصر وإريتريا أدى لخلق تغيير كبير في الخارطة السياسية لليبيا، حيث بدأت تركيا أكثر تحكما وسيطرة على الأوضاع بعد الدعم الكبير الذي قدمته إلى حكومة الوفاق في طرابلس، والتي استطاعت قواتها دحر قوات خليفة حفتر من أطراف العاصمة الليبية. وتقول مصادر دبلوماسية بأن سيطرة القوات الحكومية على حقول النفط في غرب البلاد سوف يؤمن لتركيا كميات كبيرة من النفط والغاز. وتتهم منظمات حقوقية كل من تركيا وروسيا باستخدام مرتزقة في الحرب الدائرة في ليبيا. ويمثل تراجع جيش خليفة حفتر انتصارا لتركيا وحكومة الوفاق في طرابلس على كل من مصر والأمارات وإريتريا التي كانت تمرر شحنات الأسلحة عبر أراضيها إلى الجيش الوطني الليبي الذي يقوده خليفة حفتر. بهذا الخبر من ليبيا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المقررة الخاصة لحقوق الإنسان حول إريتريا تقدم تقريرها السنوي. استقالة رئيسة مجلس النواب الإثيوبي. تغيير الأوضاع السياسية في ليبيا مع تراجع قوات الجنرال خليفة حفتر. سمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرنا. مستمعينا الكرام في كل مكان من إذاعة إرنا الدولية، نحييكم في حلقة جديدة في برنامج متابعات.
ويطيب لنا أن نلتقي اليوم لأول مرة في إذاعة إرنا بالشيخ الأستاذ عثمان فاكاي، رئيس المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي فرع ميلبورن. شيخ عثمان، مرحبا بك في إذاعة إرنا. أهلا وسهلا. شكرا لك أستاذ أحمد، وشكرا لأسرة الأرينا، وإن شاء الله يجعلكم نبراسا للأمة الأريترية وللغة العربية، وشكرا جزيلا. بارك الله فيك شيخنا عثمان. بالأمس عقد فرع ميلبورن وفرع أقليم أستراليا أمسية على وسائل التواصل الاجتماعي الحديث، على الزوم تحديدا. أمسية كانت في رحاب الاستقلال والعيد، وكان الشعار معا من أجل التغيير الديمقراطي في إريتريا. تحدث في هذه الأمسية عدد من الشخصيات السياسية والإعلاميين وعدد من النشطاء السياسيين، وعلى رأسهم كان المتحدث الأستاذ نقاش عثمان، مدير المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، والسيد نائب رئيس المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي الأستاذ محمد شعب الشريف. وتحدث كذلك الأستاذ الأمين عبد الله، رئيس إقليم أستراليا المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي، كما تحدث السيد أري محمد صالح رباط رئيس الجالية الإريترية، وعدد من الإعلاميين تحدثوا في هذه الأمسية. وكانت أمسية رائعة جدا، وتناولتم فيها ذكرى الاحتفال والاستقلال، وعدد من المقاتلين والمناضلين، أخونا علاج والأستاذ أبو رامي. أستاذ عثمان، نحن في إرنا نلتقي بك عشان تخدنا في الصورة أكثر، وكانت يمكن لأول مرة المجلس عقد مثل هذا الاجتماع الناجح جدا جدا، فيا ريت تخد المستمع أهمية الاحتفال بذكرى الاستقلال وعيد الفطر المبارك اللي كان قبل فترة. تفضل شيخ عثمان. شكرا لك وللمستمعين. فعلا كانت الأمسية جيدة جدا، وهذه كانت بالنسبة لنا أول تجربة نتيجة لجائحة كورونا عبر الزوم، وتحدث فيها الأستاذ أو الأخ عثمان نقاش، رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني. نقاش عثمان، نعم، نقاش عثمان، والأخ الأمين إدريس، عضو اللي هو المجلس المحلي في أستراليا، ونائب الرئيس عضو البرلمان، نائب البرلمان محمد علي شعب. طيب، وكل من المتحدثين نعم، من المتحدثين نعم. وكانت الأمسية طيبة جدا، يعني كانت وضحوا لنا كل الأشياء خلال الفترة الكورونا مدة 3 شهور. لم نلتقي لأول مرة نلتقي بالزوم نتيجة للأحداث اللي كانت موجودة، وحاجة خارج عن الإرادة. وتحدث الأستاذ عن الأحوال في التنظيم وتوجيهاته النيرة كانت، وكلنا يعني استفدنا من هذه المقابلة للأستاذ عثمان نقاش. نعم. وكان الوضع جيد جدا، وتحدثنا أيضا عن الفرع، والفرع منذ تأسس عملنا لقاءات مع الجماهير قبل الأحداث الكورونا، والفرع الحمد لله، وإن كانت السير كان بطيء، لكن الحمد لله يعني ماشي على قدم وساق الأمور كلها إن شاء الله في استراليا. جميل جدا شيخ عثمان. طبعا يعني أنشطة المجلس هي ما جديدة حتى في ميلبورن زي ما ذكرت حضرتك، وعلى مستوى العالم، وخاصة إنه البلاد بتمر بظروف شوية صعبة جدا جدا، بالذات ما يتعلق بأوضاع أهلنا في إقليم دنكاليا، إقليم جنوب البحر الأحمر، وكل المناطق وشماله كمان كذلك كما تعلم. أنتم في المجلس طبعا
والجالية الإريترية بتنشط هذه الأيام مع النشاط السياسي الالتفات إلى هذه المسألة وإعطائها بعد إنساني وحملات التبرع وما إلى ذلك. فكيف تنظروا أنتم في المجلس لهذه المسألة اللي هو مساعدة أهلنا في إقليم جنوب البحر الأحمر؟ فعلا الحملة بالنسبة لإخواننا في دنكاليا بدأت الحملة، ومن قبل الجالية الأريترية والناس بدأت التبرع وتبرعت. وبالنسبة للمجلس أيضا فاتح باب التبرع المجلس لنفس الغرض. وإخواننا إن شاء الله يعني أنا عبركم إن شاء الله أوجه لكل الأعداء أو الأخوة في الجالية الأريترية أن يتبرعوا المزيد ولإخواننا في دنكاليا، ونحن نحس ونتألم كما يتألمون اليوم نتيجة للظروف الموجودة والظروف المحيطة بهم في هذا الحصار الخارجي والحصار الداخلي من النظام البغيض. وإن شاء الله يعني سوف نتواصل وما زلنا نتواصل معهم، وفاتحين الآن باب التبرع من قبل المجلس الوطني للتغيير. جميل. برضو كان في تبرعات مماثلة لأهلنا في ولاية كسلة، وتحديدا في مدينة كسلة للإريتريين المتأثرين بالنعرات اللي كانت موجودة، وقبليها برضو المهم يعني مدينة ميلبورن معروفة بوقفتها الوطنية زي وزي أي مدن أخرى في العالم الإريتريين متواجدين فيها، ولكن يمكن ميلبورن كانت من المبادرين حتى في الوقف ضد هذه المجموعة الحاكمة في إريتريا، وكانت رائدة في ذلك بشهادة الكثيرين. فإلى ماذا تعزو؟ يعني ليه دائما وقفة ميلبورن هي تكون وقفة مشهودة؟ هل لأنه يعني عشان فيها رعيل كثير وعشان فيها جالية كبرى؟ برأيك يعني الأسباب شنو يعني؟ أولا كما تفضلت فعلا القاهرة هناك فيها أشاوس وأسود ومناضلين قدامى في هذه المنطقة، والناس واعية. وبالنسبة للشباب أيضا يعني شباب لا بأس بهم هنا أكثر وعيا في ميلبورن. نعم. وميلبورن دائما سباقة في المسائل الوطنية، وقاموا بحملة لكسلة وما قبلها أيضا قاموا بحملة أيضا في أحداث برسودان، وآخر مرة لأحداث كسلة أيضا تبرعوا يعني مبلغ لا بأس به، وتقريبا على حسب ما علمت من اللجنة اللي كانت مكلفة حوالي 17,000 دولار استرالي. جميل. وميلبورن دائما هي يعني بتنشط في هذا، هل فقط لأنه فيها عدد كبير من الجالية، أو لأنه فيها من الرعيل، أو فيها من برضو من الفئات الشبابية العمرية زي ما ذكرت، ولا هناك أسباب أخرى؟ والله ملبن بطبيعة الحال هي مواكبة للأحداث التي تحدث في الشرق الأوسط عموما، وخاصة الأحداث التي يمر بها الشعب الأريتري في أريتريا، والشعب الموجود أيضا في شرق السودان. ودائما يعني أعداء يعني نشطين جدا ومتابعين، وهذا الشعب الموجود في استراليا غني عن التعريف، وعندهم أيضا الروح التعامل، روح التكامل، روح التكافؤ، روح التكافل الاجتماعي. فهذا الشعب في استراليا يتمتع بروح طيبة جدا وبروح متفانية لكل ما يجري في أهلنا، سواء كان في السودان أو في شرق السودان أو في السودان عموما أو في داخل أريتريا. والحصار اليوم نتألم أيضا من آلام شعبنا داخل الحدود الأريترية مع هذه الحاجة.
مع جائحة الكورونا. نعم، ونحن من هنا بنحيي كل الجاليات الإريترية الموجودة في الخارج، وهي دائما برضو تقيف مع قضايا شعبها وتحاول دائما تلتفت إلى الحاجات الدائرة مساعدات. وكل الجاليات نحن من هنا نحييها ولا نستثني ميلبورن طبعا، ولكن بما أننا نجري هذه المقابلة حبينا نقيف على ما يعني شنو الأسباب أو ما هي الدوافع الكثيرة. هذه إذاعة إرنا. لا زلتم سيداتي سادتي مع إذاعة إرنا الدولية وحلقة في برنامج متابعات، والمتحدث إليكم هو الأستاذ الشيخ عثمان فاكاي رئيس المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي في فرع ميلبورن، ونحن نسعد بذلك. شيخ عثمان، نعم. في وسائل التواصل الاجتماعي سواء كان في الفيسبوك أو في غيرها من الواتساب وغيره مع الوعي المتنامي الموجود، الوعي اللي قاعد يمشي إلى الأمام، لكن برضو بنحس إنه يعني في معارك انصرافية الناس بتخش فيها والملاسنة ولتفريغ الناس وفصل ما بينهم، وبهدف إنه تشتيت الرأي العام عن القضية الأساسية. إذا كنت متابع أستاذ الشيخ عثمان فاكاي، كيف ترى خطورة الاستمرار في المنازعات الفارغة والمشاكسات يعني؟ أولا هذا الموضوع موضوع حيوي جدا، والشرح فيه يطول ولن تكفيه هذه الدقائق أو الوقت، لا يتسعني أن أشرح. وأنا منذ 1994 في أستراليا هناك قلة تشوش على من يعمل هذا العمل، وهذه القلة أتمنى أن لا يصرفون عن الأهداف الحقيقية، الأهداف التي نحن نصبو إليها، أن نصل إليها ونصبو إليها، هي مساعدة اليوم شعبنا من الوضع الراهن الموجود فيه سواء كان في الداخل أو في الخارج. وهناك يعني قلة يصرفون دائما عن العناية. أنا أوجه لهم التوجيه من كل قلبي ألا يصرفون عن الأهداف. إن أرادوا أن يعملوا معنا فنحن نرحب بهم، فإن لم يعملوا فليصمتوا. الإنسان إما أن يقول الحق أو فليصمت. ونتمنى من هؤلاء الأفراد معدودين ونعرفهم جيدا، فهذا لا يؤثر فينا إن شاء الله، وسوف نواصل وسوف لا ننجر هؤلاء الأفراد قلة جدا لما يحاولوا يشوشوا على هذا العمل الموجود. ونحن على قدم وساق. وبالأمس كنت أتحدث مع الشباب هنا بعد الاجتماع، وكنا نتناقش في هذه المسائل وألا تصرفنا هذه الأحاديث الجانبية إلى الأهداف الحقيقية. وشكرا لك. نعم، نحن طبعا القصد هو بشكل عام يعني ما يدور من خلافات بينية في قضايا بشكل عام، يعني ليس في هذه المدينة. نحن نهدف إلى التشتيت بشكل عام موجود، يعني قضايا شخصية والناس تلوك فيها وتتكلم، ولسنا بالصدد الحديث عن الخلافات. ربما اختلافات وجهات النظر هي طبعا واردة، واختلافات وجهات النظر هي أحيانا هي مفيدة حقيقة يعني، وفي نفس الوقت لكن ينبغي أن لا تصرفنا عن الأهداف العامة والقضية والمعركة الرئيسية مع النظام الموجود في أسمرة. نحن في خواتيم هذه المقابلة السيد عثمان فاكاي، هل من وصية دار تقولها بما يتعلق بعملكم وبرامجكم المستقبلية القريبة اللي في ظل الجائحة الموجودة والناس ما قادرة تلتقي؟ في إيش البرامج اللي قدامكم أخونا فاكاي باعتبارك رئيس فرع ميلبورن للمجلس؟ طبعا إن شاء الله بعد هذه جائحة كورونا والوضع إن شاء الله ينفرج وهذا الحصار ما زال مفروض،
على أوسع الأبواب ما لا نستطيع الاجتماع، ولكن نحاول ننور الناس عبر هذه الوسائل الاجتماعية. ولقدام إن شاء الله يعني سوف يعني العمل يكون نشطا أكثر فأكثر. وبصفة عامة أتمنى من الجميع أنه يوحدوا أفكارهم ويوحدوا رؤياهم لأريتريا، ويجعلوا نصب عينيهم هذا الشعب المشرد وهذا الشعب الذي ذاق الويلات في جميع البلدان العربية والأوروبية. وأن أتمنى أن يرجع الشعب الأريتري إلى وطنه العزيز بعد إزالة هذا الكابوس الذي استدام لفترة طويلة في أريتريا. جميل جميل، وشكرا جزيلا لك الشيخ عثمان فاكاي. هل عندك كلمة تحب توجهها للموجودين في داخل إريتريا وبإمكانهم أن يعملوا شيء ينقذ هذا الشعب ويخلصه من هذا الكابوس كما تفضلت؟ ما هي وصيتك المباشرة للجهات التي ترى يمكن أن تعمل شيء تغير فيه المشاهد وحالة الشعب من هذا العسر إلى يسر؟ والله أتمنى للشعب الداخل أن يصمدوا ويصبروا ويصابروا، وألا تخدعهم المظاهر الموجودة خارج الوطن. نحن مشتاقين أن ندخل هذا الوطن، ونتمنى أن هم يصمدوا رغم المصاعب ورغم المتاعب من النظام والمضايقات التي موجودة الآن، أن يصمدوا ويصبروا، ألا يغتروا بمسألة الخروج، ويصمدوا يعني داخل أريتريا. نحن مهما بعدنا لابد أن نرجع إلى أريتريا كلنا، ونقول لهم نحن معكم بكل ما نملك، وأضعف الأيمان نحن نحس بما يحسون به من المضايقات، ومن الإنسان داخل وطنه حاسس بالقربة لأنه لن يتمتع بحقوقه كاملة. ونحن نقدر هذه الظروف التي يمرون بها، ونحن نقول لهم نحن معكم قلبا وقالبا، وإن شاء الله يعني سوف يجمعنا إن شاء الله بعد إزالة هذا النظام بإذن الله. شكرا لك الشيخ عثمان فاكاي، رئيس المجلس الوطني الإريتري للتغيير الديمقراطي فرع ميلبورن، لحديثك لإذاعة إيرينا الدولية في برنامج متابعات. وكانت متابعة للاحتفائية التي أجريت على السوشيال ميديا أو على وسائل التواصل الحديثة من على البعد للجالية الإريترية في مدينة ميلبورن، احتفاء بذكرى الاستقلال، الذكرى 29 وعيد الفطر المبارك. هكذا سيداتي سادتي نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج متابعات. في الختام تقبلوا تحياتي أحمد شريف وتحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. المقررة الخاصة لحقوق الإنسان حول إريتريا تقدم تقريرها السنوي. قدمت السيدة دانيلا كرافيز المقررة الخاصة لحقوق الإنسان لإريتريا تقريرها السنوي للدورة العادية 44 لمجلس حقوق الإنسان، والتي سوف تتداول حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا في الفترة من 15 من الشهر الجاري وحتى 3 من الشهر القادم في مقر المجلس في جنيف. استقالة رئيسة مجلس النواب الإثيوبي. ذكر موقع أفريكا نيوز المختص بالشؤون الأفريقية بأن السيدة كيريا إبراهيم رئيس مجلس النواب الإثيوبي قدمت استقالتها من منصبها. وقال الموقع نقلا من تلفزيون تجراي الذي بث خبر الاستقالة بأن السيدة كيريا لا تريد أن تكون جزءا من نظام ديكتاتوري، في إشارة إلى الفراغ الدستوري الذي سوف تشهده البلاد بسبب تعجيل الانتخابات البرلمانية هناك.
تغيير الأوضاع السياسية في ليبيا مع تراجع قوات الجنرال خليفة حفتر. تفيد الأنباء الواردة من ليبيا بأن التراجع الكبير لقوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر والمدعوم من كل من الأمارات وروسيا ومصر وإريتريا أدى لخلق تغيير كبير في الخارطة السياسية لليبيا، حيث بدأت تركيا أكثر تحكما وسيطرة في الأوضاع بعد الدعم الكبير الذي قدمته إلى حكومة الوفاق في طرابلس، والتي استطاعت قواتها دحر قوات الجنرال حفتر من أطراف العاصمة الليبية. وتقول مصادر دبلوماسية بأن سيطرة القوات الحكومية على حقول النفط في غرب ليبيا سوف يؤمن لتركيا كميات كبيرة من النفط والغاز. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا، لكم من زميلي أحمد شريف ومني محدثكم فتح عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرينا.